أهلا وسهلا بكم وفيديو جديد. يونيفرسال بيكتشر نزلت الإعلان الرسمي للفيلم المنتظر فاست فيريوس 10. فيلم فاست فيريوس 10 هو الجزء اللي قبل الأخير من سلسلة أفلام فاست فيريوس، واللي في الغالب في ناس قالت إن هو جزء واحد وهيتعمل على جزئين أو هينزل على مرحلتين، يعني بارت 1 وبارت 2. ولكن في ناس مالت أكتر للرأي اللي هو بيقول ده جزء 10 وفي جزء تاني جزء 11. أنا شفت التريلر كده مرة واحدة على السريع وحابب إن أنا أتفرج عليه معاكم تاني، وهنتكلم عن الإعلان الرسمي لفيلم فاست فيريوس 10. وقبل ما ندخل في الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زرار الجرس علشان يوصلك كل مراجعاتنا اللي جاية. ورجعنا لكم مرة تانية وهنشوف الإعلان الرسمي مع بعض. هايل. فان ديزل تحسه كده داخل يأدي مش قد كده. جميل. جيسون موموا، برضو مشاهد الأكشن غالبة على الإعلان. جميل. بول ووكر اعتقد هو ظاهر سي جي اي، يعني ظاهر مؤثرات. طبعا الحركه دي بتتعمل في الافلام كتير زي ما شفنا فيلم توب جان. فجر. تمام. طير في العربيات براحتك. جون سينا جاكوب ظهر في الجزء التاسع، كان اخو فان ديزل، هنتكلم عنه برضو. حلو. لا، الاعلان واخدك في حته الحماس مره واحده كده. جميل. هاي. حاسس المشاهد مكرره، يعني حاسس المشاهد مكرره في الاجزاء اللي فاتت. ما يبقاش فان ديزل لو ما اتكلمش عن الفاميلي. جون سينا مركز. جيسون ستيسم. هايل. هايل. جميل. لا، الفيلم التريلر متكلف. هيتخطف ابنه. ينزل بقى من الطيارة. التحدي الأخير ده هيفوز، هيكسب هينقذ ابنه، ما تقلقوش. فجر. ها. اديله. الموسيقى التصويرية هايلة. تمام. التريلر كده من بدايته هو واخدك في حته الحماس والتشويق والاكشن وشويه مشاهد اكشن بغزاره. هم مكترين من مشاهد الاكشن في التريلر. اتمنى يكون ده في الفيلم معمول بسياق حلو وما تبقاش مشاهد مش مبرره. طبعا احنا علينا في الاجزاء اللي فاتت في الحاجات الغير متوقعه بالمره والحاجات اللي هي خارقه للطبيعه، ولكن المره دي الاكشن معمول بشكل مقبول، بشكل حلو، بشكل يخليك عينك ما تتاذيش من المشاهد. دي نقطه. تاني نقطة حابب اتكلم فيها ظهور جيسون ستاثام. ده هيدي مساحة اكبر للاكشن بالاشتباك بالايد اكتر. يعني احنا متعودين، يعني سلسلة فاست فيريوس كلها عصابات
والحرب بينهم بالعربيات او حاجه زي كده، ولكن انا شايف اشتباكات وتصميم معارك بالايد كويس جدا معمول، ودي نقطه تتحسب للجزء ده. برضه في حاجه جاكوب جون سينا، الجانب الدرامي اللي حصل في فاست فيريوس 9 بينه وبين فان ديزل كان حلو جدا، وبين لك ازاي هو بيكره اخوه بشكل صح، وجون سينا ادى الدور على اكمل وجه بصراحه. انا اتكلمت قبل كده عن محترفين المصارعه الحره اللي دخلوا مجال التمثيل، واكتر حد بالنسبه لي نجح في الموضوع ده كان دوين جونسون ذا روك، اللي بالمناسبه لاحظنا غيابه في التريلر، وطبعا ده بسبب مشاكل بينه وبين فان ديزل، بوستات وتويتات بينهم رايحه جايه، مش موضوعنا. ولكن جون سينا لو ركز على نفسه اكتر هيبقى في حته تانية خالص. هو محتاج ان هو يركز شويه، ما يطلعش يأدي المشهدين وخلاص بدون تجهيز وبدون تحضير. فان ديزل مش هحكم على ادائه من التريلر خالص، واذا كان اداؤه ما عجبنيش، حسيت ان هو خلاص راجل زهق، يعني الراجل خلاص كفايه بقى كده، فاهم اللي هو انا تعبت من الناس دي، وانا تعبت من العيله، والموضوع بدأ يبهوأ منه. ولكن خلينا نستنى الفيلم، هينزل في 19 مايو، وطبعا هيحقق اعلى ايرادات، على الرغم ان فاست فيريوس خلاص كل الناس حفظت التيمه والاسطمبه. ولكن وجود جيسون موموا في الفيلم هيدي طابع درامي للفيلم بشكل عام، وهيبقى في خط درامي بينهم هما الاثنين مفتوح. هيكون عدو قوي لفان ديزل. طبعا جيسون موموا اللي هو بطل فيلم اكوا مان وبطل سلسله مسلسل سي، حد تقيل وكاريزما وحضور، وده هيشد الانظار ليه اكتر. ولكن خلينا ما نحكمش على الفيلم بشكل كامل من التريلر. وحابب برضه اتكلم عن مده الاعلان، لما نزل كان 3 دقايق وشويه، وده يبين لك كم الاحداث اللي موجوده في الفيلم، ويبين لك كم الخطوط الدراميه اللي انت هتشوفها في الفيلم، وداخلين نشوف حاجه قويه جدا. اتمنى ان الفيلم يبقى قوي بالشكل الكافي اللي شفناه في الاعلان، تصميم المعارك وتصميم السباقات، لكن ده يضمن لك ان مفيش اي ملل اثناء الفيلم، لان الاحداث كتير والاحداث مشوقه، وهتبقى مشدود للفيلم من اول ما بتتفرج عليه. اما عن سلسله فاست فيريوس فهي سلسله بدات 2001، عباره عن ان المخرج قرأ مقال في مجله معينه بعنوان ريس اكس، من هنا جات له الفكره ان هو يعمل فيلم بيتكلم عن عصابات ولكن بيحاربوا بعض عن طريق العربيات. ده اللي جذب فئه كبيره جدا من الشباب، بحكم العربيات والشباب والسرعه والاكشن وتعديل العربيات وحاجات زي كده، خلى قماشه هايله ليه واداله ماتيريال كبيره ان هو يفرش لاجزاء تانية. دي النقطه الوحيده اللي شهرت سلسله افلام فاست فيريوس وخلتها تكمل. دي حاجه. تاني حاجه اللي كبر الفكره في دماغ المخرج ان هو بالفعل حضر سباقات شوارع غير قانونيه في نيويورك على الحقيقه، وانا بصراحه بميل للحاجه اللي بتيجي عمل فني من قلب الشارع ومن قلب الواقعيه. يعني مثلا على سبيل المثال فيلم الحريف لمحمد خان، اللي بيحكي قصه سعيد الحافي اللي هو كان بيلعب كره شراب على مراهنات او حاجه زي كده، ومحمد خان طبعا العبقري العظيم اللي عمل فيلم الحريف. طبعا ده ليه حلقه تانية لوحده خالص، مش هنقدر نتكلم عليها في الفيديو ده. ولكن المقصد ان انا بحب الحاجات اللي جايه من الشارع. كده سلسله فاست فيريوس بتنتهي بدايه النهايه ليها بالجزء العاشر. متوقع ان ده هيكسر الايرادات وهيتخطى ايرادات اعلى جزئين. هو كان اعلى جزئين في سلسله افلام فاست فيريوس كان الجزء السابع والثامن، كانوا بواقع 2.7 مليار دولار، واقل جزء حقق ايرادات كان الجزء الثالث وحقق 158 مليون دولار. كده انا وصلت لنهايه الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زرار الجرس علشان يوصلك كل مراجعاتنا اللي جايه. اشوفكم بخير.